السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. عاوزين نتكلم النهاردة عن الحدود. ايه هي الحدود وازاي حياتنا تكون فيها حدود من الأساس؟ بس مش الحدود مع الناس، لا، قبل ما نطلع للناس ونشوف الحياة والنور كده ونتعامل مع الكائنات اللطيفة اللي حوالينا، حدودنا مع نفسنا احنا الأول. ايه هي؟ هل المفروض احط حدود لنفسي اصلا، ولا اسيب حياتي كده سداح مداح لاي حد يتدخل فيها؟ هل في اضرار لو انا ما حطيتش لنفسي ولا لحياتي حدود، ولا الدنيا تمام وهتبقى لطيفة وهعدي وهعيش وهموت زي ما كل الناس بتعمل يعني؟ ده موضوع فيديو بتاع النهاردة، خليكم معايا. دلوقتي عايزة اعرف معنى كلمة حدود. ايه هو يعني حد؟ الحد هو ان انا اجيب اخري في الحاجة دي. يعني مثلا انا حدودي الجسديه اعرف اخر تحملي في حدودي الجسديه ايه. هل انا بعرف كده ابقى زي النحله، اوري كده وليل نهار صبح ظهر عصر وابقى تمام؟ ولا لا، انا بحب اوي النهار وبعمل كل الشغل في النهار وبجي بالليل خلاص محدش يكلمني؟ ولا العكس، انا شخصيه ليليه وبحب اوي الليل وبنجز فيه كل حاجه، انما الصبح انا ببقى بطه بلدي؟ دي معرفة الحدود الجسدية. في أنواع كتير للحدود، ومنها الحدود النفسية. أنا يا ترى أنا إيه حدودي النفسية؟ أنا بحب إيه وما بحبش إيه؟ بقبل كلمة إيه وإيه الكلمة اللي لأ بتخليني معكننة طول النهار، عشان أعرف أظبط نفسي. يعني معرفة الحدود دي مش عشان خاطر اللي هو أنا بعايرها بقى ها بعدين عرفنا الحدود هنعمل ايه. لا، عشان نظبط نفسنا ونهندلها. بدل ما كان مثلا بتخانق مع طوب الارض كده وانا ماشيه في طريقي، لا انا عارفه ان انا ما بحبش الكلمه دي وما بحبش الكلمه دي، فاللي قدامي هقول له لا انا بتضايق من الكلمه دي فما يكررهاش تاني. يبقى انا كده عرفت وحددت حدودي مع نفسي الاول، وبعدين تلقائي اوريدي لما اتعامل مع حد هتبان من طريقتي. خلاص انا خلاص انا فاهمه نفسي، مش هيبقى فيه بقى اي حد معدي كلمه توديني وكلمه تجيبني. تمام. يبقى معرفة حدودي دي حاجة مهمة جدا. وهنا بنودينا للنقطة التانية، وهي يا ترى لو أنا ما عملتش حدود نفسية وصحية كويسة مع نفسي ومعرفتش حدودي ايه، هل ليها أضرار؟ طبعا ليها أضرار. هنتكلم عن الأضرار عدم وضع الحدود. أول ضرر وهو إن أنا مش هكون على حقيقتي، مش هكون أنا. فجأة هحس ان انا فلانة دي بتقولي والله انا بحب الستايل ده من اللبس، فاقول لها اه والله جميل ولطيف وانا عمري اساسا ما جربته، فادخل معاها وادوس واجرب. فلانة التانية بتقولي لا والله الستايل ده مش عاجبني، ده بيئة قوي وبلدي، اقول لها اه والله عندك حق، انت فعلا عندك حق وانا على طول بلبس كده. فانا كده هبص لنفسي بعد فترة من الزمن مش طويلة قوي، هلاقي نفسي ان انا بقيت مسخ. انا مين؟ مين دي؟ مين الشخصية دي؟ فين انا؟ فين شخصيتي انا؟ فين نفسي؟ لو انا قعدت مع الناس هقول لهم انا بحب كذا ومش بحب كذا، انا بقبل ده في حياتي ومش بقبل ده، فين طريقتي؟ فين اللمسة بتاعتي الخاصة؟ دي اول حاجة. لازم اعرف ان انا هدفع تمنها غالي من نفسي انا ومن صحتي كمان. تاني ضرر عايزين نتكلم فيه وهو متلازمة ال people pleasure، اللي هي السعي لإرضاء الآخرين، وكلنا بقينا عارفينها وحافظينها وشاطرين قوي فيها. وده أعتقد إن الجيل بتاعنا القديم، مش القديم قوي يعني، اتعود عليها من صغره، إن انتي الشطورة الجميلة اللي لازم تقولي حاضر وأوكي ونعم. طيب لو ما عملتش كده ايه؟ هبقى نوتي وحاجة وحشة جدا. فالسعي لإرضاء الآخرين ده ساعات بيكون الجذر بتاعه هو عدم الثقة بالنفس، زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات. وده مش بيكون بإرادتنا، بيكون من نمط التربية أو حد وصل لنا فكرة ان انتي عشان تكوني تمام لازم تقولي حاضر على كل حاجة. كل حاجة يعني اللي هو ما تقوليش رأيك ولا تتوفي صغننة خالص. دي حاجة بتخلينا لما نكبر احنا اوريدي ما جمعناش رأي، ما جمعناش شخصية، ما عرفناش اصلا نفسنا. انا بحب ايه وما بحبش ايه عشان اقول رأيي اصلا؟ انا معرفتش نفسي. فعدم الثقة بالنفس بيوصلنا للسعي لإرضاء الآخرين. وبعد فترة هحس إن أنا هيجيلي بيرن أوت، اللي هو خلاص احتراق نفسي بقى. أنا لا عارفة أعمل حاجتي ولا عارفة أعمل حاجة الناس، أنا خلاص أنا جبت آخري. فلازم نحط حدود عشان ما نوصلش للمرحلة دي، إن أنا معرفش أقول لأ وأفضل أرضي الناس على حساب نفسي أنا. فدي مش مسؤوليتك انتي، مسؤوليتك نفسك انتي، لان انتي هتتحاسبي عليها، انتي مسؤولة عن نفسك.
تالت عاقبة وتالت ضرر عايزة اتكلم عنه، هو ان انا هلاقي نفسي بقيت ماشية عاملة زي السفنجة. اي حد كل ما نهب ودب بيحكي لي ولا بيشكي لي عن مشكلة ليه، حاسة ان انا بمص مشاعره واتضايق وافرك وافضل افكر في المشكلة بتاعته وهتعمل ايه وهتسوي ايه، واروح ودماغي تلف وما نمشي الليل. كل ده ليه؟ عشان فلانة اشتكت لي من حاجة بسيطة يعني. طبعا انا هنا مش بتكلم عن المشاكل الكبيره اللي اوريدي احنا غارزين فيها. لو احنا عيله مقربه مثلا وفي مشكله عندنا، فاحنا بنقعد ونتكلم ونفكر في حلول وكل حاجه. لا، انا بتكلم عن الشخص اللي هو عنده مشاعر جياشة قوي مش عارف يظبطها. فلو بتاع السوبر ماركت كده وهو معدي من عليه اشتكاله وكلمه، مش هيعرف ينام النهارده خلاص. انا لازم احل له مشكلته، ما انا خلاص بقيت مدير حلال المشاكل. فيعني دي بتوصلنا بعد فترة ان انا مش قادر اعمل حاجة حرفيا. انا خلاص بجيب اخري من الناس وبعدين من نفسي بقى، اللي هو انا لا عارف احل مشاكلي ولا مشاكل الناس. فانتي مش مسؤوليتك حل المشاكل ولا الانقاذ، انتي مسؤوليتك الدعم بس. اه والله ربنا يعينك في مشكلتك دي، حاسه بيكي والله. وفعلا بتكوني مشاعرك صادقه، انتي مش بتمثلي ولا حاجه. بس ما مصش بقى المشاعر بتاع الشخص اللي قدامي، ابص لحياتي بقى، اشوف انا ماشيه فين. انا كنت ماشيه كده وقابلتني مشكله ولا قابلني حد بيشكي، امشي بقى في طريقي اكمل، ها تمام والدنيا هتعدي نكمل بقى. فبلاش تخلي نفسك عاملة زي السفنجة، عشان بعد فترة هتيجي تعصري نفسك هتنزلي بلاوي وهتشيلي شيلة مش شيلتك، هتلاقي نفسك انتي مش عايشة حياتك. انا مين وانا فين، انا معرفنيش. اوكي، رابع حاجة عايزة اتكلم عنها، وهي ان انا لما ما بحطش حدود في حياتي ولا في علاقاتي ولا مع نفسي، بلاقي نفسي دخلت في علاقات غير صحية. ومنها علاقة بيسميها علم النفس العلاقات الاعتمادية. يعني ايه العلاقات الاعتمادية؟ يعني انا لما الاقي نفسي انا مش عاملة حدود لحياتي ولا لآرائي ولا لاختياراتي في الحياة، هلاقي الطرف التاني تلقائي بيخترق حدودي انا. الطرف التاني دخل كده بكل حب وبكل فضول وتطفل وقال لي اعملي كذا وما تعمليش كذا. ليه؟ فبالتالي هلاقي نفسي بعد فترة بقيت عاملة زي الكتاب المفتوح، اللي هو أنا دايبة في الشخص التاني ومعتمدة عليه في كل صغيرة وكل كبيرة. طيب ما فكرتيش ان انا لو الشخص ده غاب مثلا ولا راح سافر ولا حصل اي حاجة، انا هعمل ايه في حياتي؟ حياتي هتقف. يبقى انا كده في علاقة مش صحية وفي علاقة اعتمادية. لكن لو انا حاطه من الاساس حدود مع نفسي وعارفه ان انا مبدئي كده في الحياه وكده وماشيه بالطريقه دي، وباخد بقى اراء واستشارات اللي حواليا عشان افكر فيها الاول، مش امشي كده واتدب على دماغي. طب ما انت لو لما هتقعي، هل الطرف التاني ده هيشيل عنك؟ هيقولك ما انت اللي مشيتي كده وخلاص، من غير ما تتكلمي ومن غير ما تقولي ومن غير ما تشاوري ومن غير ما تقولي. طب وليه؟ ما انا عارفه وافكر وابحث وكل حاجه واستشير، وبالتالي انفذ بقى، ما اعتمدش على الطرف التاني. مشكلتنا ان احنا احيانا بنشوف العلاقات القريبه او العلاقات اللي هي مثلا زوج وزوجه او علاقه ام بنتها او علاقه صداقه قريبه جدا. بنشوف ان انا لازم اكون انا لازم احكي لك كل حاجه وكل تفاصيلي وكل اسراري، عشان لو اختلفنا ولا حصل حاجه شكرا انا اتفضحت وانت اتفضحتي. ده لو احنا يعني مش ناس اسوية. فنوصل للنقطة اللي بعد كده، وهي ازاي بقى، ازاي احط حدود لنفسي وتكون حدود صحية، عشان فيما بعد لما اتعامل مع الناس خلاص انا اتسيستمت وعرفت حدودي ايه وعرفت اعمل ايه. اول نقطة وهي اللي اتكلمنا عن اهميتها في بداية الفيديو، هي ان انا احدد قيمي ومبادئي واهدافي في الحياة. انا دلوقتي بحب كذا وبكره كذا، ماشية بالمبدأ ده وما ينفعش أبعد عنه أو أتنازل عنه لأي سبب أيا كان. يبقى أنا كده هقعد قاعدة مع نفسي، وده طبعا بيجي بالتدريج. مش لازم أقعد قاعدة كده وأفصفص كل حاجة في حياتي، لا، كل يوم كده 10 دقايق 5 دقايق ربع ساعة براحتك أيا كان. والوقت ده المي تايم، ده وقتي أنا، ده بتاعي أنا اللي أنا بقدر أحدد فيه أنا بحب إيه وبعمل إيه كده، في ونس كده بيني وبين نفسي. طيب تاني نقطة، وهي ان انا اعرف اقول لا، احدد واكون واضحة كده ومباشرة. بلاش اللي هو يعني
ان حد يقول لي حاجه وانا افضل اتردد بقى واقول له يا ترى اقول ايه، اصل هيزعل، اصل هيعمل. لا، خليكي واضحه وحازمه لكن بهدوء. مش داخلين حرب ولا خناقه واللي هو لا ارحموني، مش عايزه حاجه منكم، محدش يقول لي على حاجه، انا طاقتي خلصانه. ما انت بتوصلي للمرحله دي عشان من البدايه ما كنتش ماشيه صح. من البدايه انت مش حاطه حدود كده بروقان الاول، عشان لما يجي الموقف ده انا مش مضغوطه ولا متعصبه عشان ارد عليه برد مش لطيف. احنا مؤدبين ومحترمين. اقول والله انا كان نفسي اعمل الحاجه الفلانيه لكن انا مشغوله في اليوم ده، والله خليها يوم تاني. طب انا نفسي اعمل لك واساعدك بس بصراحه اليوم ده مش مناسب ليا، هكون في مشوار او هكون بعمل حاجه او هكون مضغوطه مثلا في حاجه معينه. بكل هدوء بكل حزم. يبقى انا كده بحدد حدودي لنفسي الاول، عشان لما ابقى مع الناس اعرف اقول ايه وما اقولش ايه. تالت حاجة اقدر اعملها وهو ان انا مخافش اكون مختلفة. احنا للأسف في عصر السوشيال ميديا وفي الزمن اللي احنا فيه ده بقينا عاملين زي الحاجات بتاعت السوشيال ميديا، الروبوتس والكلام ده، اللي هو كلنا ماشيين في تراك واحد، كلنا ماشيين في اتجاه واحد. لو حسيت ان انا هوب مشيت في طريق تاني احس ان انا خايفة. ايه ده؟ يعني معقولة كل دول صح وانا الوحيدة يعني اللي غلط؟ لا، ما تخافيش تكوني مختلفة، ما تخافيش تكوني متميزة. كل واحد ربنا خلقه ليه افكاره وليه اراءه وليه التربية اللي هو عاشها، وليه كمان الظروف البيئة اللي حواليه اللي بيتحتم عليه يحدد أهدافه كلها وحياته كلها يمشي بطريقة معينة. انتي مش زي حد. ده لو أخين توأم ومتربيين نفس التربية وعايشين في نفس البيت هيطلعوا بأفكار مختلفة. فكل واحد ليه بصمته، وكل واحد ربنا خلقه لوحده وهيحاسبه لوحده عشان هو ليه أفعال مختلفة. حتى لو انت في نفس البيئة بتاعت اخواتك مثلا بتلاقي نفسك ليك أفكارك مختلفة مش زيهم، كل واحد ليه شخصيته. فانتي مسؤولة عن نفسك. فحددي هويتك كده من الاول وخليكي واضحة وصريحة وما تخافيش تكوني مختلفة. حددي اهدافك وامشي في التراك بتاع حياتك. اخر حاجة عايزة اتكلم فيها وهو اسمعي لجسمك، اسمعي لنفسك. خلي عندك حدث وبلاش ان احنا نكتم الصوت اللي بيبقى جوانا ده، اللي هو انا حاسة كده باحساس مش مريح في المشوار ده. اسمعي لحدثك، لان اوقات كتير قوي واحنا بنكون مجربين مع نفسنا بنطلع صح في الاخر. قلبنا بيكون مقبوض، بيكون في حاجة هتحصل. ف ارجعي خطوتين لورا، حاولي تصبري شوية. حاسة ان انا داخلة على مشروع بس لقيت ان كل حاجة فيه بتتلخبط ما بتتيسرش. ارجع خطوتين لورا واشوف انا ايه اللي ناقصني. يمكن ناقصني بس ادعي ربنا بالتسهيل. ساعات بنكون ناسيين اساسا. افضل ارتب واعمل في الحاجات الماديه وانسى ادعي ربنا يا رب سهل لي الامور دي. ما هو اصل كل حاجه بايدين ربنا، فما بالك بقى بحياتك كلها. يعني قلوبنا الرسول بيقول ان هي بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فما بالك بقى حياتك كلها وانتي نفسك كلك على بعضك كده بايد ربنا. فندعي بالتسهيل وكل حاجة هتترتب واحدة واحدة. لو حسيت انك تعبانة ارتاحي، بلاش المعافرة وسترونج اندبندنت وومن بقى والحوارات اللي احنا بندخل فيها. ده ليا انا. اخر نقطة حابة اتكلم فيها في الفيديو وهو ان لما نحاول نعمل حدود صحية مع نفسنا ونحاول نقيم امورنا ونقيم حياتنا هنحس ان احنا مرتاحين، على الاقل مش تايهين في حياتنا طول الوقت. ممكن نيجي نحبط شوية ونقع شوية بس هنقدر نقوم لان احنا ماشيين على خطة معينة. ولما انا ابدأ اعمل حدود لنفسي واحترمها زي ما انا بطالب الناس باحترامها، انا كمان لما هخرج اتعامل مع الناس هعرف قيمة الحدود دي وانا كمان احترم حدود الناس. ما بقاش اللي هو انا بطالبك انك تحترم حدودي ووقتي وما تقوليليش تعالي بعد الساعة كذا ولازم تستأذنيني، وانا لما حد يعمل معايا كده اخد جنب وازعل واقفش واعمل الحركات اياها دي. لا، انا بقيت كبيرة وناضجة وعارفة ان انا زي ما انا بحب حدودي وبحب خصوصيتي